في زمان اللي فيه الكل كيجري ورا النجاح، السعادة، رضا الآخرين، كيبان لينا أن الحل هو أننا نهتم بكل شيء ونكونوا إيجابيين ديما. ولكن الحقيقة اللي كيجيبها لينا كتاب في اللامبالاة لعيش حياة أفضل ديال الكاتب مارك مانسون مختلفة تماما وحتى صادمة عند بعض الناس. الكتاب ما كيقولش لك كيفاش تكون إنسان مثالي، بل كيسولك سؤال أعمق: شنو هي الأشياء اللي فعلا تستاهل أنك تهتم بها في حياتك؟ من أول الأفكار اللي كيناقشها الكتاب هي أن الناس كيتوقعوا أن الحياة خاصها تكون سهلة وخالية من المشاكل، ولكن الحقيقة اللي كيبينها لنا مارك مانسون هي أن الحياة ديما فيها صعوبات، وما كيناش حياة بلا ألم أو بلا ضغط. الفرق الحقيقي ماشي في جودة المشاكل، ولكن في نوع المشاكل اللي كتختار تعيشها، إما مشاكل ديال النمو والتطور والمسؤولية، أو مشاكل ديال الهروب والندم والتشتت. الإنسان عنده طاقة محدودة ديال الانتباه وما يقدرش يهتم بكل شيء في وقت واحد، ولكن المشكل هي أن أغلب الناس كيضيعوا هذه الطاقة حوايج اللي ما عندهاش قيمة، بحال رأي الناس، مقارنات، والخوف من الفشل والسوشيال ميديا. الكتاب كيعلمنا أن الذكاء الحقيقي ماشي في أنك تهتم بكل شيء، ولكن أنك تختار بوعي شنو يستاهل الاهتمام وشنو خاصك تجاهله. واحد من أهم الرسائل في الكتاب هو أن الألم ماشي عدو الإنسان، بل جزء ضروري من أي تطور. ما كاينش نجاح بلا تعب، ولا قوة بلا صراع، ولا تغيير بلا معاناة. السؤال ماشي كيفاش نهرب من الألم، ولكن شنو نوع الألم اللي مستعد نتحمله باش نبني حياة أفضل. مارك مانسون كيشدد على فكرة المسؤولية الشخصية. حتى إلا ما كنتيش السبب في شي مشكل، باقي عندك مسؤولية باش تتعامل معاه وتبدل وضعك. اللوم المستمر للظروف أو الناس كيبقى غير وسيلة للهروب، ولكن تحمل المسؤولية هو اللي كيرجع القوة للإنسان ويخليه يتحرك. الكتاب كينتقد فكرة التفاؤل والإيجابية الزائدة اللي كتشجعها بزاف ديال كتب التنمية الذاتية، حيث ماشي ديما التفكير الإيجابي هو الحل، وأحيانا كيكون مجرد هروب من الواقع. الحل الحقيقي هو أنك تواجه الحقيقة كيف ما هي، حتى إلا كانت صعبة، حيث غير من خلال الاعتراف بالمشكل يمكن تبدل الحل ديالو. القيمة ديال الإنسان ما كتجيش من النجاح أو المال أو الصورة الخارجية، ولكن من القيم اللي كيعتمد عليها في الحياة اليومية ديالو، بحال الصدق، المسؤولية، الالتزام والاستمرارية. السؤال المهم هو: واش حياتك كتعبر فعلا على القيم ديالك، ولا غير على صورة كتقدمها للناس؟ الكتاب كامل كيدور على فكرة بسيطة ولكن عميقة. كل حاجة كتختار تهتم بها كتأثر مباشرة على حياتك. إلا اهتميتي بالمقارنات غادي تعيش إحساس بالنقص، وإلا اهتميتي بالخوف غادي توقف في بلاصتك. ولكن إلا اهتميتي بالتطور والنمو غادي تبني حياة أقوى وأوضح. الخلاصة ديال الكتاب فن اللامبالاة ليعيش حياة أفضل ديال الكاتب مارك مانسون هي أن الحياة ماشي سباق باش ترضي الجميع، ولكن رحلة باش تختار بذكاء شنو يستاهل اهتمامك وشنو خاصك تخلى عليه. حيث في النهاية جودة حياتك ما كتحددهاش عدد الأشياء اللي كتلاحقها، ولكن الأشياء اللي قررتي تعطيها قيمة حقيقية. وإلا كانوا كيعجبوك هاد النوع ديال الفيديوهات، دير لايك، سبسكرايب، فعل الجرس، حيث الفيديو الجاي غادي يكون على كتاب آخر يقدر يبدل لك حياتك.